الوقت اللي المغرب خدام في صناعة السيارات ومنافسة تركيا وإسبانيا، الجارة الجزائر خدامة ليل ونهار في صناعة منتخب البوليزاريو، واللي علنت على تأسيسه قبل لحظات وسماته بين قوسين فريق الصحراء الغربية. نعلن من أرض المليون ونصف المليون من الشهداء عن تأسيس المنتخب الوطني الصحراوي. هذا المنتخب او الفريق كيف ما سماته بغاتو الجزائر يشارك في كاس افريقيا اللي غادي تنظم في المغرب سنه 2025، وكخطوه اولى تسويقيه لهذا المشروع الاستفزازي نظمت الجزائر مباراه وديه بين فريق البوليزاريو ونادي مولوديه الجزائر انتهت قبل قليل. اللحظات التاريخيه مشاهدينا الكرام، دخول ارضيه ميدان لمنتخب الصحراء الغربيه ومولوديه الجزائر. هذه المباراة اللي حشدوا لها الجمهور بشكل كبير لدرجة انهم اعطاو للطلبة عطلة والتنقل فابور باش يحضروا لهذه المباراة اللي كان الغرض منها هو تسويق هذا المشروع من جهة ثم استفزاز المغرب من جهة اخرى، وذلك عبر برمجة اللقاء في نفس الملعب اللي لعب فيه المنتخب المغربي نهائي كاس افريقيا ليلة البارحة. النظام الجزائري أدرك متأخرا أن الكرة هي ساحرة الشعوب وأن لها قوة وتأثير يفوق قوة السياسة وتأثيرها، ذاك الشيء علاش حول الخطة في اتجاه الكرة وبغى يلعب ورقة منتخب البوليزاريو باش يحرج المغرب مع الكاف ومع الفيفا من جهة ويحشد الدعم الشعبي داخل الجزائر لهذا المنتخب المتبنى من جهة أخرى. لكن اللي ما كيعرفوش النظام الجزائري هو أن هذا المنتخب أو الفرقة كما سماوها لن ترقى لمستوى منتخب يمثل دولة، لأن دولة الصحراويين هي المغرب ومنتخبهم الأول هو المنتخب المغربي، وهذه الفرقة اللي جمعت الجزائر وأسستها باسم الصحراء ما هي إلا فريق جزائري لن يلعب إلا داخل الجزائر أو في بطولتها كفريق من فرقها اللي أسستها سابقا. اللي بغينا نقوله على أن هذه الخطوة هذه اللي قامت بها الجزائر وقام بها النظام الجزائري بين قوسين واللي باغي يستفز بها المغرب ولا يصغروا ونقولوا له بالدارجه رانا كلام صغر راسك. لماذا؟ لان المغرب كبير بمؤسساته وكبير بشرعيته التاريخيه وكبير ايضا بفروقه الكرويه اللي ابهرت العالم في كاس العالم وابهرته ايضا في كاس افريقيا للناشئين وفي ارضكم وامام جمهوركم. أهل المنتخب المغربي للناشئين للمباراة النهائية وقدم عرض كبير جدا وبين على أن المغرب دولة راقية وعلى أنها ما عندها عقدة مع الشعب الجزائري، ولكن للأسف يصر دائما النظام الجزائري على أنه يرجعنا النقطة الصفر. وبين قوسين بغيت نقول هذا الفريق اللي بغيتوا ديروا انتم منه دولة اللي هو فريق جزائري بالأساس ولا عنده علاقة بالصحراويين المغاربة وهو جزائري كما كنقول جزائري جمعتوا مجموعه من اللاعبين الجزائريين وجبتهم لن يرقى الى مستوى دوله ولا عمركم غادي نقولها ونأكدها ما عمر جبهه البوليزاريو تحلم انها تكون دوله، لانه هذا حلم ولده ميش ونحن متعارفين. واللي بغيت نقول على انه اليوماتيه اللي خاص النظام الجزائري يرد له البال هو يرد البال لهاد الصحراويين اللي موجودين في التراب ديالو، هاد الصحراويين المغاربه اللي هو شادهم عنده، واللي للاسف الشديد اليوماتيه نحن مقبلين على فصل الصيف وهما كيعرفوا على انه الماء في البرامل فصل الصيف مخيمات الحماده كيطرطق بقوه الحراره اللي كاينه في هذه المخيمات. وكنقولوا كنأكدوا على انه هذه الدوله اللي كيحلموا بها بين قوسين راهي متشتته ما بين الجزائر، كاين اللي عنده الجنسيه الجزائريه وكاين اللي عنده الجنسيه اسبانيه وكاين اللي عنده الجنسيه فرنسيه وكاين اللي عنده الجنسيه موريتانيه وكيعيشوا في ارض الشتات. بقاو 21 ولا 15 من دوك اللي باقي شادين في الحلم القديم من القاده ديال جبهه البوليزاريو اللي موالين للجزائر ولا يقدوا يتحركوا ما هو باوامر النظام الجزائري. هذا هم اللي مازالوا شادين في هذا الحلم القديم. اما الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس كنظن على انه تشتت في ارض المهجر وتشتت في ارض الله، ولو انه اتيحت له الفرصه انه يرجع لبلاده غادي يرجع للمغرب لانه هو بلاده وهو النهايه اللي غادي تكون. اذا هذا الحلم هذا نسدوا هذا القوس ونقولوا على انه نحن راه كبار، نحن متوجهين لمعالجه مشاكلنا الداخليه. واللي بغيت نقول باش نوجه ايضا الرساله ان احنا كاملين على انه بغيت نقول على انه داخل بلادنا خاصنا نقوي جبهتنا الداخليه كما دائما كيأكد عليها صاحب الجلاله. بلادنا نبغوها تعطي صوره حقيقيه عن المغرب اللي عنده 12 قرن، عن الملكيه المتجذره في هذا البلد هذا، عن المؤسسات القويه داخل هذا البلد. اذا كنقولوا للنظام الجزائري هزلت
وذا اللي عدلت ما تكون فريق ولا ما تكونوا، احنا راه ما كيهمنا ولا يستفزنا، وكنعتبروا كل مره كتصغار عنا ماشي كتكبر. اما نحن كورتنا الحمد لله منتخبنا معروف، منتخباتنا لا الكبيره ولا الصغيره معروفه، فرقنا معروفه، الصحراويين وسط بلدهم، وهذوك اللي لهيه يوما ما غادي يفيقوا وغادي يعرفوا على ان النظام الجزائري غلطهم وضيع عليهم اكثر من 40 سنه من الشتات ومن الحلم الخاوي للاسف الشديد. تحياتي لكم والسلام عليكم.